مرات ابويا من يوم ما دخلت بيتنا وانا حاسه ان الهوا نفسه اتغير. كنا بيت بسيط فيه ضحك وحركه ومواعين بتتغسل، بس اول ما هي دخلت كل حاجه بقت بحساب. ابويا اتغير، بقى يسمع لها هي ويسيبني انا، كل كلمه اقولها تقول مش وقتك تتكلمي دلوقتي، وكل تصرف اعمله تقول البنت دي مش متربيه، تربيتها تربيه غلط. كنت ساكته بحاول اعدي، بس جوايا وجع بيكبر، لحد ما جه اليوم اللي اتكسرت فيه فعلا. كنت راجعة من الشغل، لقيت هدومي متكومة كده في كيس عند باب الأوضة. سألتها بهدوء ايه ده يا طنط؟ قالت لي وهي بتشرب شاي كده ببرود: اوضتك هتبقى مخزن، روحي نامي عند جدتك. وقتها ما قدرتش امسك نفسي، صرخت: ده بيت ابويا. قالت لي وهي ما بتبتسمش كده: وده جوزي. ابويا سمع، جه جري، وانا كنت متوقعه ياخد صفي، بس للاسف قال لي يا بنتي اسكتي، دي مراتي. الكلمه دي قتلتني من جوه، زي ما تكون سكينه غرزت في قلبي. طلعت من البيت وانا مش شايفه قدامي، دموعي مغرقاني ومفيش في ايدي غير الدعاء. عدى وقت كبير وابويا تعب، وانا الوحيده اللي فضلت جنبه في المستشفى، وهي كانت مشغوله في فرح بنت اختها. لما فاق مسكني من ايدي وقال لي: سامحيني يا بنتي، كنت غلطان. عيونه كانت كلها ندم. وقتها حسيت ان ربنا رجع لي حقي، بس بطريقته. دلوقتي لما بشوف مرات ابويا ببصلها من بعيد وبقول في قلبي: ربنا يسامحك، لان اللي بيظلم دايما بيتظلم.